كان يا مكان في بلاد الترند والأرقام، بنت عملت فيديو وهي بترقص فانشهرت. شاب فتح لايف وقال كلام غريب فيه، الناس في لحظة اتجمعت حواليه، وبعد كام يوم الترند كان ليهم، جات لهم الحكومة واتقبض عليهم. اصحى اصحى يا اخويا، انت وهو وهي. اصحى يا شلبي. مش جايين نحكي حواديت هنا، ولا احنا هنا في ألف ليلة وليلة. احنا هنا جايين عشان خاطر نسأل سؤال: ليه التيك توك بقى كده؟ ليه التيك توك في مصر مختلف عن دون العالم كله؟ يمكن عشان الشهرة، ولا الفلوس، ولا في حاجة أعمق من كده؟ ظاهرة التيك توك في مصر حكاية من الشهرة للسجن. ليه أغلب اللي بيكسروا الدنيا في التيك توك بيكسروا نفسهم بعد شوية؟ خلينا نتفق اتفاق إن التيك توك في مصر بقى عامل زي طبق الكشري الوحش، تحط شوية مكرونة وشوية رز وشوية عدس، وفجأة تبوظهم بحبة كاتشب أو حتى حبة مايونيز، وهوب بتلاقي واحد فوقيهم واقف عمال بيرقص يقول لك أنا مش ندمان على اللي بعمله. فتلاقي نفسك بتسأل: هو ايه اللي انا بتفرج عليه ده اصلا؟ لا، وده مش بس كده، فجأة تلاقي واحد طالع في لايف بيقول لك انا عملت 100,000 جنيه في يومين. فوق ال 500,000 ولا تحت ال 500,000 جنيه؟ جنيه؟ فوق ال 800,000 جنيه ولا تحت ال 800,000 جنيه؟ فوق. وفجأة تاني يوم تسمع خبر ان هو اتحبس بعدها بأقل من 24 ساعة. الايام دي كل شوية بنسمع ان في تيك توكر مشهور اتحبس. تفتكر ليه؟ واحدة بتلبس لبس مش مناسب وتعمل فيديوهات إثارة، واحد بيعمل محتوى فيه إيحاءات أو تحريض، واحدة عندها ملايين المتابعين وفجأة يتحول التيك توك عندها لوسيلة غسيل أموال. والله، التطبيق اللي كان بيقول لك اركب لي الترند، والتطبيق اللي كان في مباحث الإنترنت، فجأة اتحول بقى في نيابة الأموال العامة. هو التيك توك مصدر دخل ولا حيلة لتضليل الناس؟ الحقيقة إن غسيل الأموال مش دايما بيحصل في البنوك، ساعات بيحصل في لايف عليه 200,000 مشاهدة. ناس بتقول لك أنا بكسب من الهدايا والورود والسيوف والألماظ والكلام ده كله، بس لما تيجي تتحاسب بتطلع الأموال دي كلها مش مفهومة. طب ليه كل ده بيحصل؟ في 3 أسباب. الشهرة السريعة. الشهرة السريعة هي الفخ. ناس كتير فاكرة إن الترند هو النجاح، بس الحقيقة الترند أحيانا بيوديك السجن بدل الشهرة. 2. المنصة مش بتراقبك، المنصة حرفيا بتغرقك. تيك توك مش بيقولك يعمل إيه، هو بس بيقولك أنت بتحب تتفرج عليه وهنغرقك فيه. تالت حاجة، الجمهور نفسه بيتابع الغلط. ناس بتضحك على فيديوهاتهم وبعدين تقول هما ليه اتشهروا؟ طب ما انت السبب. بتتابعه وبتشاركه وبتحوله ترند بنفسك. الحل مش الحظر. ناس كتير بتقول اقفلوا التيك توك، بس الحقيقة المنصة مش مشكلة، احنا اللي بنختار نعمل بيها ايه. ممكن تقدم علم او فن او دين او توعية، وممكن تقدم لايف وانت بتقول فيه مين عايز يشوفني وانا باكل طين. فكر فيها كده. الشهرة اللي جاية من فيديو فيه إيحاء أو لايف فيه كله استفزاز عمرها ما هتكون مجد ولا هتبني مستقبل، بالعكس ممكن تلاقي نفسك مشهور بس في عنبر المشاهير. لو الفيديو ده خلاك تعيد تفكيرك قبل ما تضغط لايف، أو حتى قبل ما تعيد نشر فيديو غريب، يبقى شارك الحلقة دي وساعد غيرك يعرف إن الشهرة بدون هدف ممكن تبقى نهايتها في دفتر القضايا، مش في دفتر الأحلام زي ما هو متخيل. وفي النهاية ما تنساش تدعمنا بشير ولايك وكومنت، ولو انت جديد معانا في القناة ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابع الفيديوهات القديمة اللي بتقدمها، لأننا دايما بنسأل السؤال اللي محدش عايز يسمعه: ليه؟ كان معكم عبد الرحمن صالح، وهنا مستر ليه. سلام.